من أوسلند ينضم إلينا الكاتب في الشؤون الكردية والتركية هوشنج أوسي. مرحبا بك معنا سيد هوشنج. إذن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية الأمس إلى المناطق ذات الغالبية الكردية، وهي ما اعتبرت الخط الأحمر بالنسبة للمواجهة مع قوات الجيش السوري، تلاها الإعلان والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. باعتقادك ما مدى قدرة الأطراف على الالتزام بهذا الاتفاق خلال مهلة الأربعة أيام التي تم تحديدها؟ مساء الخير لك أهلا. وللمشاهدين الأفاضل في هذه الساعة المتأخرة من الليل. في تقديري وظني أنه الجانب القسدي قادر على ضبط النفس والالتزام بالاتفاقات والمبرمة مؤخرا بين قسد والحكومة دمشق، لكن الجانب الآخر م- غير ملتزم، وهو لم يلتزم بأي شكل من الأشكال طبقا لما تمليه الاتفاقات التي أبرمها نظام الجولاني مع قسد وحتى مع الأطراف الأخرى. الجانب الوحيد الذي كان نظام الجولاني جادا معه في إيفاء بالالتزامات المترتبة على الاتفاقات هو الجانب الإسرائيلي. م- وطبعا كل هذه التفاصيل ما يجري الآن في الأيام الأخيرة هو يهامش على متن الصفقة المبرمة مع إسرائيل، بحيث يكون الثمن جنوب سوريا تحت الوصاية الإسرائيلية، وشمال سوريا من حصة نظام الجولاني ومن حصة تركيا. هذه الحرب التي تخوضها حكومة دمشق هي حرب الوكالة بالنيابة عن النظام السوري وبالنيابة عن أنقرة، ومدعومة من أنقرة م. ومدعومة من يعني اللوبي التركي في واشنطن، وفي طليعة هذا اللوبي توم باراك ممثل الرئيس الامريكي، او موفد الرئيس الامريكي الى منطقه الشرق الاوسط. م. طب أشرت إلى الدور التركي، إلى أي درجة بالفعل هناك تنسيق أمريكي تركي فيما يتعلق بدعم الحكومة السورية في هذه المواجهة بالتحديد في شمال شرق سوريا وضد أيضا كردستان سوريا؟ وهل لأنقرة دورها بالفعل كما يتحدث وزير الخارجية في محاولة الاستقرار في هذه المنطقة من خلال يعني التواصل مع الجانب الأمريكي؟ دور كبير واستراتيجي وبارز، م- يعني حتى أنقرة كانت قريبة جدا من الاجتماعات التي عقدتها الحكومة السورية مع الجانب الإسرائيلي في باريس. صحيح لم يسمح لهاكان فيدان أو لموفدي هاكان فيدان حضور الاجتماع، لأنه الموضوع لا يعنيهم بشكل مباشر السلام مع إسرائيل، ونظرا للحساسيات الموجودة بين أنقرة وتل أبيب، لكن الجانب التركي كان قريبا جدا. الجانب التركي أكاد أن أقول هو الذي يوجه النظام السوري، وهذا له جذره. يعني م- بدايات الحركة الاحتجاجية على نظام بشار الأسد كانت تركيا هي الحاضنة والموجهة والداعمة والمتحكمة والمتسلطة أيضا على المعارضة نعم، ولكن السورية. وما يجري الآن هل دعمت اليوم هذا الهجوم ضد كردستان سوريا؟ وما الذي تخافه أنقرة بالفعل من هذا الواقع؟ هل وجود منظم بالنسبة للكرد في سوريا يقلق تركيا، أم أنه أيضا هناك ضغط من خلال الكرد في تركيا لإجبار تركيا على اتخاذ خطوات لتعزيز الاستقرار في هذه المنطقة ومنع تمدد أيضا أي مواجهة؟ شوف مراكز البحوث والدراسات التركية في الآونة الأخيرة ومنذ سنتين تقريبا أشارت بوضوح إلى نية أمريكية لخلق كيان يتمتع بخصوصية معينة في الشمال السوري، وهذا ما خافته تركيا وسعت إلى عرقلته وعرقلته أيضا. يعني طبعا عرقلته استنادا على الاعتبارات بين تركيا وامريكا كونهما يعني حلفاء اعضاء في حلف الناتو، وهنالك تعقيدات كثيره تتعلق بالصراع مع الروس، صراع مع الايرانيين،
دور مهم واستراتيجي لتركيا، قديم جديد يعني م- بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. تركيا استخدمت هذه الأوراق بشتى الوسائل لصالح نظام الجولاني، لكن ينبغي علينا أن نقول يعني ان للاسف الشديد يعني قست ايضا وتغلغل حزب العمال الكردستاني وتغول حزب العمال الكردستاني داخل قسد قدم تلك المبررات. وانا اقدم لك معلومات، م- يعني هذا الكلام لربما في هذه الساعات كثر لا يحبذون الاستماع الى هذا الكلام، لكنه حقيقه. يعني تأثير حزب العمال الكردستاني على قرار قسد، على قرار الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، يكاد يصل إلى تأثير أنقرة على قرار دمشق. وبالتالي يعني هذا الصراع بين الطرفين دفع فاتورته وضريبته هذا كرد الصراع هل سوريا من سيؤثر على مكتسباتهم. الالتزام بالاتفاق، سواء اتفاق عملية الدمج بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة، أو حتى التوصل لشكل الإدارة ما بين الحكومة السورية وأيضا قوات سوريا الديمقراطية؟ بكل تأكيد سيؤثر، ويعني الشكل والنموذج الاندماج هو النموذج م- التركي، يعني الاندماج داخل الجيش السوري فرادى وليس ككتل عسكرية وازنة، لأنه بناء على التكتل العسكري يبتنى والمعطى السياسي وتأثير السياسي. هم لا يريدون ولو قيد لتركيا لحاول التفكيك حتى وزارة البيشمركة في كردستان العراق، بمعنى ما يمثله توم بارك حاليا هو طبق الأصل ما فعله أو حاول فعله بول بريمر في 2005 و2006 في مرحلة التأسيس للحكومة العراقية. وقت ذاك أيضا تركيا كانت تضغط بشدة على الحكومة العراقية الانتقالية، على مجلس الحكم الانتقالي، على الأمريكيين أن لا يتمتع الكرد بفيدرالية. لكن وقت ذاك كان القرار الكردستاني في كردستان العراق موحدا وليس م- يعاني مما يعانيه في سوريا من ارتباك ما بين تأثير فاعل واستراتيجي لحزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني مارس الكثير من الاستفزازات، وحتى أحرج الجانب الأمريكي في الكثير من التفاصيل، وهذا يعني ما يتفادى الكثير من المحللون الكرد الحديث عنه، لكن ينبغي قوله والإشارة إليه بغية يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه حاليا من المكتسبات الكردية المهددة، والتي وصلت يعني الآن وأنا أتحدث م- إليك مرتزقة نظام الجولاني قريبون جدا وقاب قوسين وأدنى من مدينة كوباني مع الأسف الشديد. والراعي الأمريكي، وأنت ربما قرأت م- تعليق توم بارك أنه نحن لم نتعهد لكرد سوريا أن نحميهم أو نعطيهم منطقة طب تشابه الحكم هل الذاتي هذا أو التخلي الأمريكي يعني عن كرد سوريا يمكن أن يفسح المجال أمام الحكومة السورية، وأيضا بالغطاء التركي والتنسيق التركي على الاستمرار في هذه العملية حتى في المناطق ذات الغالبية الكردية؟ لو أخذنا حتى نموذج ما جرى في جنوب سوريا، كان هناك الحديث بأنه عشائر هي من تواجه الدروز في السويداء، ثم تدخلت الحكومة، ثم عادت العشائر. هل يمكن اللعب على هذا الوتر حتى فيما يتعلق بكردستان سوريا؟ وهذا ما كان يعني ألمح إليه مندوب سوريا أمس عندما تحدث بأنه العشائر هي من واجهت في البداية قسد، من ثم جاء دور الجيش السوري. ولا يوجد شيء اسمه جيش سوري حاليا، م- يعني بالمعنى التقني بالمعنى الفني هو حاصل تجميع لفصائل، هذه الفصائل لم تندمج يعني. ودائما النظام السوري يلجأ إلى مفهوم العشائر، لأنه الانتهاكات ينسبها إلى العشائر لا م- ينسبها، لتفادي نسب هذه الانتهاكات وجرائم الحرب إلى وزارة الدفاع السورية يصار إلى تحريك ورقة العشائر وتصديرها على أنها هي الفاعلة وهي المؤثرة وهي القوى الضاربة. صحيح وهي القوى الضاربة، لكن لا يوجد هنالك جيش حقيقي أيضا يعني يمكن الإشارة إليه. بالمحصلة رفع الغطاء الأمريكي، رفع الحماية الأمريكية بكل تأكيد يجعل
نظام الجولاني يتمادى في غيه وفي هجماته، ويعني بالفعل هنالك خشية كبرى أمام كوارث إنسانية تحدث في المناطق الكردية أو في كردستان سوريا نتيجة يعني الغدر والخيانة الأمريكية والتواطؤ التركي على مكتسبات الشعب الكردي في غرب كردستان او في كردستان سوريا. بالمجمل يعني هنالك اخطاء ايضا يعني، لكن ربما يعني بات الوقت متاخرا جدا لتلافي تلك الاخطار. في فتره من الفترات الولايات المتحده الامريكيه سعت الى تشكيل شيء من الغطاء السياسي لمنطقه روجافا، لكن مع الاسف الشديد قوى اخرى تدخلت وتغولت واثرت سلبا على تلك المكتسبات، وهي بالدرجه الاولى تتحمل المسؤوليه، وايضا الحكومه التركيه ونظام الجولاني والمجتمع الدولي يتحملون كامل المسؤوليه في حال حدوث كوارث، مجازر، حركات وحتى نزوح الخشية لا من هذه يحمد عقباها. الأحداث أو الكوارث سيد هوشنج، نتابع أيضا في هذا التقرير حول كوباني، والتي أصبحت الآن معزولة ومحاصرة في شمال شرق سوريا، حيث تقع على الحدود السورية التركية. كوباني رمز الوحدة القومية الكردية وقلعة المقاومة والصمود، إذا تعد أول مدينة صمدت أمام تنظيم داعش الإرهابي وتمكنت من هزيمته وكسرت أسطورته. وتمثل كوباني حجر زاوية في أي مفاوضات تتعلق بمستقبل الحقوق الكردية في سوريا الجديدة عام 2026. تعد مدينة كوباني التي تقع على الحدود السورية التركية رمزا للوحدة القومية الكردية العابرة للحدود، إذ تمتلك أهمية رمزية واستراتيجية بالغة، كما تعد في الوجدان القومي الكردي قلعة للمقاومة والصمود. واكتسبت كوباني شهرة عالمية في عام 2014 عندما صمدت أمام حصار داعش الإرهابي، بعد أن تمكنت المدينة من هزيمة التنظيم وكسر أسطورته بريا بفضل صمود المقاتلين الكرد. وشهدت كوباني أول تنسيق عسكري ميداني علني بين كرد سوريا والعراق بدعم التحالف الدولي وقوات البيشمركة التي عبرت من إقليم كردستان لمساندة المدينة. وبالنسبة للكرد فإن كوباني ليست مجرد مدينة حدودية، بل هي ستالينغراد الكرد التي أثبتت قدرتهم على حماية وجودهم وحقوقهم، وهي اليوم حجر زاوية في أي مفاوضات تتعلق بمستقبل الحقوق الكردية في سوريا الجديدة عام 2026. نعود مجددا لضيفي من أوسلند الكاتب في شؤون الكردية والتركية هوشنج أوسي. مرحبا بك معنا مجددا سيد هوشنج. يعني عندما نتحدث عن كوباني وسمعت إلى التقرير حول هذه المنطقة، لربما هو القليل حول هذه المنطقة يمكن ذكره فيما قامت به، لكنها اليوم معزولة ومحاصرة. هل يمكن للاتفاق أن يعيد ترتيب هذه المنطقة، يعيد لها الحقوق وحقها في الحقوق السياسية أو حتى الثقافية كما باقي المناطق الكردية؟ وهل الدمج من أصله بالنسبة لقوى سوريا الديمقراطية مع الحكومة السورية والجيش يمكن أن يحافظ على هذه الحقوق؟ شوف يعني حكومة الجولاني يعني أبقت الخيارات أمام كرد سوريا وأمام قسد خيارات ضيقة جدا. يعني المفاوضات تحت النار، تحت الضغط، تحت الهجوم، وقف إطلاق نار شكلي وهمي لا معنى له مع استمرار الهجمات ومحاصرة المدن والتهديد. لاحظ أنه منطقة كوباني هي صحيح المناطق الأخرى أيضا محاصرة، لكن منطقة كوباني مستهدفة بالدرجة الأولى نتيجة الرمزية التي تحدث عنها وأشار إليها تقريركم. بهذا الإطار يعني مسألة العزل، مسألة التقويض، أنه سقوط دولة داعش بدأ من كوباني. يعني تنظيم داعش الإرهابي
لا أعلم إن كنت تذكر، كان يبث الفيديوهات والأفلام الوثائقية من مدينة كوباني وقت ذاك، ولم يبقى في كوباني سوى شارع واحد. لكن الدعم الكردي والدعم الدولي ومقاومة المقاتلين الكرد داخل المدينة كسر شوكة كوباني، وبدأ الغزو الداعشي بالانحسار إلى وصول لمنطقة الباغوز نهاية هذا التنظيم. لكن هذا التنظيم لم ينتهي، يعني الآن يجدد نفسه داخل النظام السوري، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن هذا الموضوع. الواقع الحال في سوريا حاليا يشبه إلى حد ما جرى في أفغانستان. يعني أنت تذكر معي سنوات الحرب ضد طالبان، لكن بعد أن استتب الأمر لطالبان انسحبت أمريكا وتركت الحبل على غاربه لطالبان. الآن أيضا إدارة دونالد ترامب تترك سوريا لجبهة النصرة، للقاعدة، لداعش، لحزب البعث، للنظام السوري. النظام الحالي هو حاصل تجميع كل هذه الأمور مع الأسف الشديد. لكن دعني يعني أشير إلى يعني هل السؤال اللي يعني يطرحه كل مراقب، هل كان بالإمكان تلافي هذا الأمر؟ نعم كان بالإمكان حتى هذه اللحظة، يعني حتى هذه اللحظة. وأنا البارحة على شاشتكم طرحت هذه الفكرة أنه ينبغي لقسد أن تفتح المجال لقوات بيشمركة روج، وهم قوة كردية سورية مدربة موجودة في كردستان العراق، أن تدخل وتدافع عن هذه المناطق، تدافع عن كوباني أضعف الإيمان. لكن الشرط الذي تفرضه قسد على بيشمركة روج هو نفسه الشرط الذي يفرضه الجولاني على قسد. ادخلوا أهلا وسهلا بكم، لكن فرادى، انتسبوا إلينا فرادى، لا نريد كتل عسكرية. ومن هذه الأقاويل ومن هذه الديباجات السياسية والأيديولوجية والحزبية مع الأسف الشديد. شكرا لك الكاتب في الشؤون الكردية والتركية هوشنغ أوسي، كنت معنا من أوسلند، شكرا جزيلا لك.